اهلا بيكم. انا هبه حسن بي اف اكس كومبوستنج ارتست، بشتغل في المجال من اكتر من 8 سنين. اشتغلت في مجموعه من الاعمال الدراميه منها الحياة والموت. شاف الموت بيتغير. هو رح يموت. الحامل مروان رجل غير مجموعه تانية من الاعلانات والاعمال الاخرى سواء جوه مصر او بره مصر، وده اللي اداني خبره في مجال الكومبوستنج واهم المشاكل اللي احنا بنقابلها بشكل عام. ولان في الفتره الاخيره في مجموعه من الاعلانات بدانا نشوف التريكس تطلب اكتر في مجال ال 3D، وازاي ان انت تدمجه في الفيديو بتاعك بشكل ظريف ويخدم الرساله الاعلانيه اللي فعلا بتقدر توصلك لشريحه تانية جدا من العملاء ومن مستقبلين الرساله بتاعتك. عشان كده عملنا دبلومة 3D Composting for Motion، وهدفها الأساسي هو إزاي إن أنت تعمل الخدعة دي مدمجة في الفيديو بتاعك وبهدف إعلاني. يعني هي بتستهدف أكتر لو أنت شغال على الإعلانات. الدبلومة دي موجهة ليك لو أنت ارتست عايز تعمل إعلان لنفسك، لو أنت ارتست شغال في شركة وعايز تعمل أبجريد لشغلك وتعلي من البوزيشن بتاعك في الشركة، لو أنت فريلانسر وعايز تهدف شريحة جديدة من العملاء وشريحة جديدة من الشغل، أو لو أنت شخص بتحب المجال فيه بشكل عام. بنبدأ الموضوع من الزيرو في أكتر برامج مطلوبة، اللي هي برنامج شغلنا الأساسي بيبقى على الأفتر وعلى سينما 4D. لكن مش دايما احنا شغالين، ممكن نلجأ لبرامج تانية كتولز مساعدة زي ما هنعرف من خلال الشغل بتاعنا. كل حاجة بنبدأها من الصفر، لو انت مبتدئ مفيش اي مشكلة. مشاريعنا بتركز على ان انت بتتعلم البرنامج وبتطلع معاه بروجكت في نفس الوقت. اللي احنا شايفينه ده عبارة عن نتائج عملية من داخل الدبلومة. كل اللي احنا شايفينه دوت هو اتدرس بالفعل ونزل له نتائج، وكمان المفاجأة ان النتائج اللي انتم شايفينها دي نتيجة الطلبة نفسها المشتركة معانا في الدبلومة في الفترة اللي فاتت. بتبدأها بالافتر افكت، بتطلع فيها النتائج اللي احنا شفناها، اللي احنا بنركز فيها اساس اللي المفروض انت ككومبوزيتور تبقى فاهمه، كارتست تبقى فاهمه ازاي تظبط الكالر كوركشنز بتاعتك، تعمل تراكنج 2D 3D تراك، ازاي ان انت تستخدم الاي اي او الكونتنت اوير فيل في ان انت تعالج بعض المشاهد، عندك الهولوجرام، جزء من الكروما، وهكذا بعض التبس والتراكس جوه الافتر افكت. ولان السينما 4D هو الكور بتاعنا، هو الاساسي بتاعنا، فبرضه بنبتدي من الزيرو، وبتبدا تعرف من خلال مجموعه من المشاريع اللي احنا شايفينها بتركز على مجموعه سكيلز تخدمك بعد كده في الرسائل الاعلانيه المختلفه، بتخليك تقدر تستخدم الداينامكس اللي جوه سينما 4D، تبدا ان انت توظف الانيميشن جواه، ازاي تتراك شوت، تستفيد بالتراكنج الرهيب جواه. الاجمل من كده ان انت تبدا تدمج حاجات حيويه باستخدام الانيميشن، الداينامكس، الريل تكستشر، بحيث تديله خامه واقعيه الى حد كبير. وبعد كده اهم حاجه ان انت تدمجه بالفيديو بحيث يكون فعلا بلندد جواه وما حدش يحس ان ده فعلا مش واقعي. بعد ما بنمر بمجموعه المشاريع ديت ندخل على الكلوب، تحول الحاجه لقماش كانها بتاخد الطابع الناعم بتاع القماش، وده بيطلب في اعلانات كتير. الجميل في الموضوع ان انت مش محتاج تحول اللوكيشن بتاعك كله 3D. احنا بنبدا نشتغل عن طريق حاجه اسمها بروجيكشن كاميرا مابينج، دي هتقدر تعرفها معانا في الدراسه، بتخليك تتعامل مع الاوبجكتات اللي موجوده في الفيديو وكانها حقيقيه. من خلال كم المشروع ديت احنا بنتعامل مع براندات حقيقيه، مع حاجات موجوده في السوق، مع اعلانات بالفعل شغاله، وبنعرفك ازاي الكلام ده بيتعمل بفيديوهات عمليه. الموضوع ما بينتهيش لحد كده وبس، الدبلومه مستمره مدى الحياه، بمعنى الدعم مستمر على طول على الجروب، المتابعه مستمره، بين وقت والتاني بتنزل ابديتس مستمره على المحاضرات بتاخدها فور فري، وده بما يتعادل مع متطلبات السوق. وبين وقت والتاني برضو بنبدا نعمل زي بروجكتات تحدي، ان انت تقدر توظف السكيلز اللي انت اخدتها مع حاجات جديده، ونساعد بعض في اننا ازاي نحقق الاعلان ده، البراند ده، الافكار ديت في حاجات جديده، بحيث تبقى دايما متجدد، ما وقفتش لحد كده. اي اسئله، اي استفسارات بخصوص المحتوى هتلاقي اللينك في اول كومنت بوست ده، او تقدر تتواصل معانا عن طريق الواتساب المباشر للاعلان. كانت معاكم هبه حسن، والسلام عليكم.